عمرك مسكت الورقة دي وحسيت كده من جواك انك زعلان عشان مش عارف تقرأها كويس؟ على العموم الفيديو ده ليك. ان شاء الله مش هتطلع من الفيديو ده غير وانت بروفيشنال في قراءة تحليل الاي بي جي. الفيديو ده هيكون مرجع ليك في تعلم غازات الدم الشرياني. بس ما تبخلش علينا باشتراك في القناة، وان شاء الله معانا هتتعلم التمريض كعلم ومهارة من A to Z. ABG Arterial Blood Gases، غازات الدم الشرياني. عندي 3 قيم لازم تكون فاهم معناهم وحافظ المعدل الطبيعي بتاع كل واحد فيهم: pH، PCO2، HCO3. ال pH يعني درجة الحموضة في الدم. المعدل الطبيعي من 7.35 ل7.45. لو قلت عن 7.35 يعني أسيدوزيس، لو زادت عن 7.45 يعني الكالوزيس. ال PCO2 يعني قيمة ثاني أكسيد الكربون. المعدل الطبيعي من 35 ل45، لو قلت عن 35 يعني الكالوزيس، لو زادت عن 45 يعني أسيدوزيس. ودي بنعبر عنها بكلمة respiratory. ال HCO3 يعني البيكارب، المعدل الطبيعي من 22 ل 26، لو قلت عن 22 يبقى أسيدوزيس، ولو زاد عن 26 يبقى الكالوزيس، وبنعبر عنه بكلمة ميتابوليك. بعد كده عندي 4 مفاهيم لازم نكون فاهم معناهم، وهناخد أمثلة على كل واحد فيهم عشان نفهم أكتر. أول حالة عندي uncompensation، بعد كده partial compensation، compensation mixed or combined. أول حالة فيهم uncompensation، ودي فيها ال pH بيكون abnormal، أما ال PCO2 وال HCO3 واحد فيهم بيكون normal والتاني بيكون abnormal. مثال عشان نفهم أكتر: لو عندي ال pH 7.48، ال PCO2 32، ال HCO3 25. لو جينا نبص على ال pH هنلاقيه أكبر من 7.45 يعني الكالوزيس. ال PCO2 32 يعني أصغر من 35 يبقى الكالوزيس، وقلنا بنعبر عنه بكلمة respiratory، يعني معنى كده ان هو respiratory alkalosis. ال HCO3 25 يعني بين ال 22 وال 26، يعني كده في النورمال. كده قراءة ال ABG ده بيكون respiratory alkalosis. كمان مثال عشان نفهم اكتر: ال pH 7.32، ال PCO2 40، ال HCO3 20. لو جينا نبص على ال pH 7.32 يعني أسيدوزيس، ال PCO2 40 ده في النورمال، ال HCO3 20 يعني أسيدوزيس، وقلنا بنعبر عنه بكلمة ميتابوليك، يعني ال HCO3 كده ميتابوليك أسيدوزيس، يعني كده قراءة ال ABG ده بيكون ميتابوليك أسيدوزيس. تاني حالة عندي اسمها partial compensation، ودي فيها ال3 قيم بيكونوا abnormal، يعني ال pH وال PCO2 وال HCO3 ال3 بيكونوا abnormal. وفي الحالة دي بنشوف ايه اللي ماشي مع ال pH، يعني لو ال pH أسيدوزيس بنشوف ايه اللي أسيدوزيس زيه، ولو ال pH الكالوزيس بنشوف ايه اللي الكالوزيس زيه، وده اللي بيتم ذكره. مثال عشان نفهم اكتر: لو ال pH عندي 7.45، PCO2 32، ال HCO3 20. لو جينا نبص على ال pH هنلاقيها الكالوزيس يعني abnormal. ال PCO2 32 يعني respiratory alkalosis برضو abnormal. ال HCO3 20 يعني metabolic acidosis برضو abnormal. كده ال3 قيم abnormal. هنبص ايه اللي ماشي مع ال pH. ال pH الكالوزيس، ال PCO2 الكالوزيس، يبقى ده اللي هيتم ذكره. يبقى كده قراءة ال ABG ده respiratory alkalosis with partial metabolic compensation.
كمان مثال عشان نفهم اكتر، لو ال pH 7.33، ال PCO2 49، ال HCO3 30. لو جينا نبص على ال pH 7.33 يعني اسيدوزس، ال PCO2 49 يعني respiratory acidosis، ال HCO3 30 يعني metabolic alkalosis. ال pH acidosis، ايه اللي ماشي مع ال pH؟ يعني ايه اللي acidosis زي ال pH؟ ال PCO2 لانه respiratory acidosis، يبقى ده اللي هيتم ذكره. كده قراءة ال ABG ده هتكون respiratory acidosis with partial metabolic compensation. الحالة التالتة compensation، وفيها ال pH بيكون normal، وال PCO2 وال HCO3 الاتنين بيكونوا abnormal. وفي الحالة دي بنشوف ال pH أقرب للأسيدوزيس ولا الألكالوزيس. يعني بنعتبر إن المعدل الطبيعي لل pH 47/100، مش 7.35 ل7.45. مثال عشان نفهم أكتر، لو عندي ال pH 7.42، ال PCO2 31، ال HCO3 20. لو بصينا على ال pH هنلاقيها في النورمال رينج. طب نعمل ايه؟ هنعتبر ان المعدل الطبيعي ليها 47/100، وهنا في المثال عندي 7.42 يعني الكالوزيس. ال PCO2 31 يعني respiratory alkalosis، ال HCO3 20 يعني metabolic acidosis. هنكمل بالطريقة العادية. كده قراءة ال ABG عندي هتكون respiratory alkalosis with complete metabolic compensation. مثال تاني، ال pH 47/100، ال PCO2 50، ال HCO3 27. في المثال ده لو بصينا على ال pH هنلاقيها 47/100 يعني في النص بالظبط. طب نعمل ايه وهي في النورمال رينج بتاعها؟ في الحالة دي هنشوف الرقم الأعلى وده اللي هيتم ذكره. يعني لو بصينا على ال PCO2 المفروض النورمال رينج بتاعها من 35 ل45، يعني زيادة 5. لو بصينا على ال HCO3 هنلاقيها 27، والنورمال رينج بتاعها المفروض من 22 ل26، يعني زيادة 1 بس. كده الرقم الأعلى عندي ال50 اللي هي ال PCO2، يبقى ده اللي هيتم ذكره في القراءة. كده قراءة ال ABG عندي respiratory acidosis with complete metabolic compensation. الحالة الرابعة عندي اسمها mixed or combined، وفي الحالة دي التلات قيم عندي اللي هما ال pH وال PCO2 وال HCO3 التلاتة بيكونوا أسيدوزيس أو بيكونوا ألكالوزيس. مثال عشان نفهم أكتر، لو عندي ال pH 7.32، ال PCO2 48، ال HCO3 19. لو بصينا على ال pH 7.32 يعني أسيدوزيس، ال PCO2 48 يعني أسيدوزيس، ومنعبر عنها بكلمة respiratory يبقى respiratory acidosis. ال HCO3 19 يعني أسيدوزيس، ومنعبر عنها بكلمة ميتابوليك يبقى ميتابوليك أسيدوزيس. لو بصينا على التلات قيم عندي هنلاقيهم التلاتة أسيدوزيس. كده قراءة ال ABG عندي هتكون mixed or combined respiratory and metabolic acidosis. مثال كمان عشان نفهم أكتر، لو عندي ال pH 7.48، ال PCO2 33، ال HCO3 28. لو بصينا على ال pH هنلاقيها 7.48 يعني الكالوزيس، ال PCO2 33 يعني الكالوزيس، ومنعبر عنها بكلمة respiratory يبقى respiratory alkalosis. ال HCO3 28 يعني الكالوزيس، ومنعبر عنها بكلمة ميتابوليك يبقى ميتابوليك الكالوزيس. كده التلات قيم عندي الكالوزيس، يعني قراءة ال ABG عندي هتكون mixed or combined respiratory and metabolic alkalosis.
نعمل مراجعة سريعة كده. اللي مطلوب مني نحفظه التلات قيم دول. ال pH من 7.35 ل7.45. لو أقل هيكون أسيدوزيس، لو أكتر هيكون الكالوزيس. ال PCO2 من 35 ل45. لو أقل هيكون الكالوزيس، لو أزيد هيكون أسيدوزيس. ال HCO3 من 22 ل26. لو أقل هيكون أسيدوزيس، لو أزيد هيكون الكالوزيس. أما اللي مطلوب مني نفهمه الأربع حالات بتوع ال ABG اللي هم uncompensation، وده معناها إن ال pH بيكون abnormal. أما ال PCO2 وال HCO3 واحد فيهم بيكون normal والتاني abnormal. تاني حالة partial compensation، ودي فيها التلات قيم بيكونوا abnormal. وفي الحالة دي بنشوف ايه اللي ماشي مع ال pH، وده اللي بيتم ذكره. يعني لو ال pH acidosis بنشوف ايه اللي acidosis زيه، لو ال pH alkalosis بنشوف ايه اللي alkalosis زيه. الحالة التالتة compensation، ودي فيها ال pH بيكون normal. اما ال PCO2 وال HCO3 الاتنين بيكونوا abnormal. وفي الحالة دي بنشوف ال pH اقرب للاسيدوزيس ولا الالكالوزيس، وبنعتبر ان المعدل الطبيعي لل pH 47%. اما الحالة الرابعة اللي هي mixed or combined، وفي الحالة دي التلات قيم ال pH وال PCO2 وال HCO3 التلاتة بيكونوا acidosis أو alkalosis.